گهدارن هیوی دم باش و سلاو و ریزشورت خلق کنودش کوشیا تکنوشیان. گهدارن هجام جاره خلق میا ایرول سرکشه اجیزه دنگ د کمپیوتر ده. و میوان خلق میا ایرو یکو برسوامت ده بریز عالیا. گهدارن هجا که ام بهفره گهدار بکن. علي بنأهل فيك بفقرة جديدة من فقرة تكنولوجيا. أهلا وسهلا. علي هالمرة بدنا نسألك عن الأجهزة الصوتية بالكمبيوترات، تحكينا عنها وعن مشاكلها. طبعا أجهزة الصوت الخاصة بالكمبيوترات في منها بيكون مثبت على اللوحة الأم وهذا نسميه الداخلي، وفي منها كروت خارجية. طبعا الكروت الخارجية ممكن أن تتركب للكمبيوتر العادي أو حتى نستعملها وصلة الفلاشي. يعني الكروت العادية هي اللي تتركب منافذ البي سي اي، والثانية عن طريق مدخل اليو اس بي بالكمبيوتر الثابت أو اللابتوب. طبعا هن وظيفتهم بشكل عام عن طريقهم ممكن أن نسمع الأصوات الموجودة بالكمبيوتر أو اللابتوب مثل أصوات الألعاب، الأغاني أو الفيديو أو حتى المكالمات. طبعا عن طريق الأجهزة الصوتية بشكل عام بتقوم بتحويل الصوت الضعيف الموجود بالكمبيوتر يعني صوت مسموع بالنسبة لنا. علي في حال جبت لك لابتوب أو كمبيوتر ما فيه صوت أبدا، العلة من وين بتكون؟ طبعا بالبداية في عنا اي سي الصوت هو المسؤول عن عملية اخراج الصوت بشكل اساسي. لحتى نعرف انه اذا مضروب او مو معرف او فيه مشكلة، اول شيء بنفوت على جهاز الكمبيوتر، نضغط نقرة باليمين في عنا اسمها إدارة، نضغط عليها كمان بيطلع لنا إدارة الأجهزة. عن طريق إدارة الأجهزة بنشوف إذا في جهاز صوت مثبت على الكمبيوتر أو لا. إذا كان مو مثبت معناتها الاي سي مضروبة، وإذا كان مثبت ممكن يكون بحاجة لتعريف. شلون نعرف إنه ما له معرف؟ طبعا في إشارة هيك مثل إشارة تعجب، أو مرات تجي على شكل مثلث أصفر، أو بيكتب مثلا إنه جهاز غير معرف، يعني جهاز صوتي غير معرف. التعريف شلون رح يكون مثل العادة يعني؟ ايه طبعا، اما عن طريق قرص، او اذا ما توفر عنا قرص التعريف ممكن نسحب له تعريفه عن الانترنت. طيب علي، في حال نزلنا تعريف كمان والجهاز تعرف بشكل نظامي بس ما اشتغل، شو الحل وقتها؟ طبعا بهالحالة ممكن انه يكون البفلات مضروبين. طبعا فينا نركب عن طريق الجكات الصوت الموجودة، بنركب مكبر صوت خارجي. في حال اذا عطانا صوت معناتها بتكون البفلات مضروبين. طيب علي، بالنسبة للكمبيوتر الثابت تحكينا عنه وعن بفلاته كمان. طبعا بالكمبيوترات الثابتة في عنا كمان اي سي صوت مثبت على اللوحة الام. طبعا بفلات داخلية ما إله، بيعتمد على المكبرات الخارجية بشكل أساسي. مرات بتواجهنا مشاكل بالكمبيوتر الثابت، يعني ممكن إنه ما يعطي صوت نهائيا، أو إذا أعطانا الصوت ممكن يكون الصوت مو واضح. وممكن كمان إنه يسوي لنا مشكلة بنظام التشغيل، يعني إنه بخليه جنبي. علي، هالمشاكل اللي ذكرتها انه ما عطى صوت نهائي او صوته ما بيكون واضح او انه نظام التشغيل بيجمد، هالمشاكل كلها سببها بيكون كرت الصوت؟ طبعا المشكلة بتكون من كرت الصوت، وفينا نتأكد من هالشيء بانه نشيل كرت الصوت الموجود ونركب كرت صوت ثانية. علي، في حال نظام التشغيل جمد وقف، هون شلون بنعرف انه العلة من كرت الصوت؟ مرات وقت بنشغل الكمبيوتر عند بداية شاشة الترحيب تبع الويندوز بنلاحظ انه الجهاز تجمد بشكل كامل، يعني حتى اذا عدنا تشغيله بيرجع لنفس النقطة وبيتجمد. فبهالحالة بنشيل كرت الصوت منه وبنعيد تشغيله. اذا اشتغل بشكل طبيعي لازم نغير كرت الصوت. علي، بنتشكرك. اهلا وسهلا. گهدارن هجام گهان داویا خلقا خواهدا خلقا کادن و مشارکادن هین بمینن تخشیده.